الصورة الجميلة الراقية لجماهير الرجاء في المركب الرياضي محمد الخامس. الرسالة واضحة من طرف الأوفياء. All you've got to do، كل ما عليك فعله هو أن تجتهد وأن تقدم كل ما عندك من أجل إسعاد الملايين من عشاق الرجاء الرياضي في كل بقاع العالم. رسالة جماهير الرجاء: دعم للنادي، دعم للفريق في البطولة الوطنية. يعرفون أن البداية ستكون صعبة جدا، لكن الأمال معقودة على كل لاعب من لاعبي الرجاء في هذه المباراة، وعلى كل من مخلص من مخلصي المغرب الفاسي في هذا الحوار. كرة من الطرف الايسر الماس للامام التغطية، والتحول من الطرف الايمن للرجاء مع مونديل كبير. اجرى عدد كبير من المباريات الودية. كرة لاكسيل ماييه اكسيل يبحث عن تقديم اوراق الاعتماد في قلوب كل من المناصر من مناصري الرجاء. بعد البدايات المعقدة لم يكن مقنعا تماما اليوم بعد فترة توقف قارب تماما نحو أيوب الودراسي من أطراف الايسر. أيوب الودراسي صغير الذي يبحث عن صنع الفارق في كرة ممتازة جدا. كان بالإمكان وأن يكون أفضل مما كان في الكرة الماضية لفريق المغرب الفاسي نحو الجناتي. ودراسي واحد من اللاعبين اللي صعب انك في خط وسط روجي او نوني زكريا حضرف. الضغط العالي من لاعبي المغرب الفاسي. استلام الكره من وليد، كراتك يا وليد، لمساتك يا وليد، والتغطيه من دفاع المغرب الفاسي. التحول السريع من محمد علي بومعمر. محمد علي تعود من جديد النايري يلعب كورته من الطرف الايمن يسر بزوق يلعبها في الجهه اليسرى وتدخل دفاع الماس. اختبار وطريقة ستي في التغطية. يمنع وصول الكرة لزكريا حضرف. لو وصلت الكرة لكن حديث آخر. نزل الكرة من جديد لرجاء رياضي. زكريا حضرف. زكريا يلعبها من الطرف الايمن. يسري بزوق هذا فنان في خط هجوم الرجاء الرياضي. يسري يجري في دم الابداع في الكره الماضيه. الحكم يطالب بمواصله اللعب. التحول السريع لفتى اخر من زمن الابداع هذا أيوب الودراسي. تابعته في دوري القطري، كان واحدا من اللاعبين المبدعين حقا في البطوله القطريه. من جمال حركاس. المغرب الفاسي 4-4-2 تتحول بعض الاحيان 4-5-1، وبالتالي الاكتفاء بمهاجم وحيد بكل المنافذ على رجاء في هذه المباراه. وليد من التايك اكسل ماييه كرة تسدد لزكريا حضرف، لكن سالم عبد العالي محمدي. كرة من جديد للمغرب الفاسي. محمد علي بومعمر للبدوي طارق الساتي. كرة بالخطا اكسل ماييه كرة يسري بزوق لكن بعيدا عن المرمى. خطا في خط الوسط. اكسل ماييه كانت عنده فرص التمرير لكن فضل تسديده بهذه الطريقه. عانى معاه شويه عبد العالي محمدي. ابرز فرصه في الجوله الاولى من هذه المباراه. وراقي عن الكفاءه الامنيه المغربيه وحتى الكفاءه الامنيه اللي نشوفها اليوم تستحق كل الدعم والاشاده. كره لفريق المغرب الفاسي وتغطيه من مروان الهدودي. في ضربه سويه تلعب بشكل ممتاز جدا. كره في منطقه الجزاء. كان بالامكان واننا نتابع الاهداف هذه المباراه. كره ماساويه بلمسه في القائمه الثاني كان لوحده. ولو ركزوا فرات كثيره في الجوله الاولى من هذه المباراه. وليد الصبار يحرر رفاق زملائه. يلعب كره ليسري بزوق الفنان وكانه قائد اوركسترا. يسدد يا اخي يسدد لكن بعيدا عن مرمى عبد العالي محمدي. يسري بزوق قام كل شيء في الكره الماضيه. شوف الاعاده. وليد الصبار عودة من حالة تسلل ليسري بزوق. 10 لاعبين بالإضافة لحارس المرمى. تلعب كرة لفريق المغرب الفاسي. ينقل الخطر. خروج ناس في كرة أولى كانت كرة صعبة. ما زال الخطورة لفريق المغرب الفاسي.
كراسي ميول دفاعي واضح في هذه المباراة. يسري بوزوق، رجوية يسري، كرة للأمام للأمام للأمام، سيروا للأمام مرة أخرى، لكن راية مرفوعة، الراية مرفوعة. الإعادة للانطلاقة كانت في وضع تسلل زريدة في الانطلاقة الماضية في تنفيذ الخطأ لفريق المغرب الفاسي. تلعب كرة في القائمة الثاني ويتواجد كبير المقام اناس زنيتي. طارق أساتي تسدد كرة تعود من جديد لفريق رجاء لرجاء فرصة لرجاء زيادة عددية من الطرف الأيمن، لكن الحكم يرفع الراية معلنا عن وجود تسلل في الكرة الماضية. في انطلاقة الكرة زريدة كان عائد من وضع تسلل، وبالتالي كان قرار الحل عن توقف اللعب للإعادة لما حدث. كرة لفريق المغرب الفاسي للإعادة لما حدث في الكرة الماضية. كرة من الطرف الايسر مساوية من جديد الودرس ايوب، الودرسي مر من الطرف الايسر يبحث عن تحرير وفقه هجوميا. كرة للماس تلعب في منطقة الجزاء، لكن ما ضبطش اموره في الكرة الماضية. كريم الهاشمي تتحول الكرة، يوسف اكردوم ودراسي ضاعت منه، تتحول من جديد من النايري يلعب من الطرف الايمن لبوزوق، يسري بوزوق تمر وعبد العالي محمدي يوقف خطورته، يوضح هذه خطورة رجاء في الكرة الماضية. كورتسي للإعادة لزريدة وقع في وضع تسلل ربما 3 و 4 مرات في هذه المباراة. طلب للكرة من محمد مكعازي يلعبها من الطرف الايمن ليسري بوزوق للمكعازي، بوزوق يمر يلعبها ويمر، والوضع كاد ان يكون مختلفا في الكرة الماضية لو وصلت لسفيان بن جديدة. فاسي في خط الوسط محمد علي عمر ينقل الكرة من الطرف الايمن مساوية الليلة. كرة للأمام، التحول من جديد، الرجوية من محمود تتحول من جديد لرجاء في منطقة الجزاء، وتدخل بطولي بدفاع المغرب الفاسي. هذه المشاهد الراقية الجميلة جدا، كبير لجماهير الرجاء، شيء جميل جدا. الصورة لا تحتاج من مرة أخرى لأي تعليق يرافق هذا المشهد الجميل جدا، هذا المشهد الإبداعي. ومن أجواء البطولة الوطنية سادة، كم بعد من البطولة، العودة للبطولة، العودة للأصل فضيلة. تابعنا المونديال واستمتعنا بمباريات المونديال، لكن اليوم نعود للبطولة الوطنية ولأجواء البطولة الوطنية ولسحر البطولة الوطنية ولسحر المدرجات التي تبدع. فرسان المدرجات، موسيقار مبدع، فنان راقي، كلمات اكيد انها لو اجتمعت ستعبر لكم على ما يجري، والجوله مستمره والمباراه مستمره والتسديده حاضره، لكن بعيدا عن مرمى عبد العالي محمدي. كرة عبد العالي محمدي، صخب الجماهير يرافق هذه المباراة في انتظار الهدف الذي سيغير كل شيء. كرة للأمام، نظن أنه لو جات هذه المباراة في الجولة 16 و 17 نظن الوضع سيكون مختلف تماما على المتابعة الآن. كرة لفريق المغرب الفاسي، بالراس لو ركز شوية في الكرة الماضية لا يبخل على ناديه الدعم. كرة من أيوب الودرسي يمر من الجهة اليسرى، والودرسي يبحث عن انطلاقات رفيق وزميل وكريم يا كريم، وعودة موافقة لدفاع رجاء عبر جمال حركاس أمام كريم الهاشمي. واحدا على دفاع رجاء أيوب الودرسي واللي قام بهذه التمريرة وصاحب التمريرة لكريم الهاشمي، لكن تدخل جمال حركاس الذي اتخذ قرارا يتناسب ما يتطلبه الموقف. يدفع بالبودلاء، كرة لأناس زنيتي، بودلاء المغرب الفاسي في الطريق للحاق بالتشكيل. لويس أميغا تشانغا
كرة للأمام، رجوية الانطلاقة والكرة هذه ضاعت تضيع فرصة لرجاء من عبد الرؤوف برغيت. صعود طوال القامة، تلعب الكرة في منطقة الجزاء. روجي أولو يسدد الكرة بالراس بعيدا عن لعبت ممتازة جدا من زكريا رابطي، مركش في التسديد بالراس. روجي أولو، التحول السريع من إيميكا أوتشونغا لويس إيميكا، والتدخل ونتيجة عددية لفريق المغرب الفاسي من الطرف الأيمن. إمكانية للتسديد بعيدا عن مرمى الحارس أناس زنيتي.